علشان يبدعوا وعشان يقدموا خيرهم وأفكارهم للوطن، لأن الحاكمين كانوا مشغولين بحاجات تانية، مشغولين بقبول أي هدية، مشغولين بتوريث، مشغولين بخدمة الأجنبي. إنما أبناء الوطن ذقنا مرار سنوات طويلة، ولذلك عندما نتكلم عن دولة الظلم نحن نريد لها في المقابل بعد أن تنتهي وتقف دولة القانون واحترام حقوق الإنسان. وهو ده العهد اللي كنا بنطالب به الشرطة، إنها تنزل في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان. تعاملني باحترام، لما أبقى مخطئ أتحاسب، وهو لو أخطأ يتحاسب، دون تفزيع، دون تشويه، دون تلفيق، دون إهانة، دون استعلاء، دون تنطيط على خلق الله. وفي الآخر وزارة الداخلية عاملة ميثاق جديد لسه من 3 أيام، ميثاق للتعامل الأخلاقي واحترام حقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين. ونسوا أن أبنائهم داخل الوزارة ما زالوا في احتياج لعدل بعد ظلم كبير كان لا يستطيع أحد أن يتنفس. مرة جاي من قطر وأنا في المجلس، دخلت في المطار، فالضابط بتاع المطار بص للباسبور وبص لي، دكتور جمال حاجة كنت امبارح في الجزيرة؟ قلت له اه. قال لي طب ما تشوف الموضوع بتاعنا. قلت له ايه الموضوع بتاعكم؟ قالوا احنا تعبانين وبهدلين وواقفين في المطار 12 ساعة، والواحد بناخد له 400 500 جنيه، وده يرضي ربنا؟ قلت له لا ما يرضيش ربنا. طب حضرتك يكتب لي ورقة بالمشاكل بتاعتكم وانا اسيرها في المجلس. قال لا 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 ما اقدرش اكتب حاجة، انا ممنوعين من الكتابة. طب انا هجيب حقك ازاي؟ كنت انت مش قادر تدافع عن حقك. يعني اكتب لي ورقة من غير ما تكتب فيها اسمك يا اخي، قول لي المشاكل اللي عندكم ايه نقدر نتكلم فيها. هؤلاء الذين مارسوا قهرنا هم نفسهم كانوا مقهورين، والسلسلة بتعلى، كل واحد يقهر اللي تحتيه، كل واحد يقهر اللي تحتيه، لحد ما يطلع واحد فوق في الآخر هو اللي بيصاحب الرمة كلها وهو اللي بيدير البلد. إنما بيديرها إزاي؟ بيديرها بفاسدين، لا يستطيع أن يديرها بمخلصين ولا شرفاء، ما يقدرش. لما يجي يجيب في المسؤولية يجيب اللي زيه عشان يعرف يديره. وانتوا فاكرين القصة بتاعت السادات لما جابوا له وزارة أسماء وزراء، فبص في الأسماء قال لهم ايه دول؟ قالوا دول الوزارة اللي احنا هتختار منهم الوزارة يا ريس. قال لهم لا هتروحوا وسخوهم شوية وهاتوهم. جايبين ناس شرفاء ومحترمين، يديرهم ازاي؟ كيف للفاسد أن يدير شريف؟ وبالتالي الشرفاء ما كانش لهم مكان، قليل اللي كان بيفلت. إنما الأغلبية ده واحد طلع له قرار في الصعيد عشان يبقى وكيل وزارة التموين، بعد ما طلع القرار واستلم بيومين جه قرار آخر بنزع المنصب منه لأنه طلع إخوان مسلمين. مش من حقهم ولا من حق أي شريف ولا محترم، اللي كان بيقول كلمة الحق كان بياخد على دماغه. وبالتالي نحن في مقابل دولة الظلم نريد دولة حقوق الإنسان واحترام حريات البني آدم. أنا بني آدم كامل الأهلية، مواطن كامل الأهلية، حقي زي حق أي واحد. وهي دي النظرة التي يجب أن تتغير عندنا. بعد 25 ما ينفعش النظرة تبقى هي النظرة ولا السلوك يبقى هو السلوك. سلوكنا احنا، أنا بتكلم علينا احنا. يعني ما ينفعش نبقى احنا عايشين كأننا رعاية. لا، احنا الآن ملاك لهذا الوطن، احنا حكام لهذا الوطن، وأي حاكم وأي مسؤول بنجيبه بيشتغل خدام للشعب. مش أنا أجيبه عشان يستأسد عليا، مش أجيبه عشان يتنطط عليا، مش أجيبه عشان يسمني سوء العذاب ويبيع ويشتري فيا وحقي يجيبه لي بواسطة ولا يجيبه لي برشوة بعد ما أجيبه واختاره. نرجو أن تنتهي هذه النظرة منا أولا، أن نستشعر أننا صرنا ملاكا لمصر ولسنا رعاية كما كان النظام يريد أن نبقينا. بتوع الأمن لما تقعد معهم يقول لك الشعب المصري ما يجيش إلا بالضرب. سيبوكم من الكلام اللي انتوا بتعملوه ده. هو دي العقيدة اللي كان بيتحرك بيها في التعامل معانا. أنا أقول له غير عقيدتك في التعامل معايا، احترمني وقدرني لأني صاحب البلد، وانت جاي تشتغل عندي ومرتبك من ضرايبي من فلوسي، وجب علينا أن نتعامل هكذا. ولذلك
من المكاسب العظيمة لهذه الثورة هو أن عاد للشعب قدرته على أن يكون مصدرا للسلطات. الآن أي واحد مننا بالبطاقة بتاعته بطاقة الرقم القومي يجيب ويبعد، يجيب ويبعد، من أول محليات للشعب للشورى للمحافظ إن شاء الله لرئيس الجمهورية. احنا نختاره، لو قدم ونجح خير وبركة، لو ما قدمش وما أنجزش مش هنجيبه المرة الجاية. حد يقول احنا داخلين على انتخابات وناس كتير هتيجي توعدنا. ايه الضمانة؟ الضمانة انت، الضمانة بتاعة الرقم القومي، الضمانة ذهابك للإدلاء بصوتك في الانتخابات، الضمانة متابعتك للنائب وللمسؤول. هي دي الضمانة دلوقتي. فبقت المهمة صعبة. قبل كده انت كنت مريح دماغك وعايز تعيش وتاكل وتربي العيال. لا، انت الآن شريك في تنمية وطن، انت الآن شريك في بناء وطن، في بناء مؤسسة، في اختيار حاكم، في اختيار نائب، في اختيار مسؤول. فما تفتكرش انك زي الأول اللي هيتعامل مع نفسه كأنه قبل 25 يناير. مصر هتخسر ومصر هتتأخر، وإحنا هنلاقي نفسنا في الآخر بنصنع فرعون جديد، بنصنع ظالم جديد. خوفنا، نفاقنا، ضعفنا، احساسنا بالضعف هيخلق جبار تاني في كل مؤسسة. إنما لما نبقى عارفين حقنا نطالب به بجرأة وباحترام وبرغبة في البناء مش في الهدم، أنا أظن يبقى احنا مسكنا عصمة بلدنا في إيدينا. وصارت مقولة إن الشعب مصدر السلطات بعد أن كانت كلاما وحديثا يقال صار فعلا يمارس على الأرض. ولذلك لا نخشى أبدا من الانتخابات القادمة، لا من فلول ولا من بلطجة. الفلول والبلطجة كانت تنفع في وقت كان لا يذهب أحد للانتخابات. الناس كانت يأسة من كثرة التزوير، فالناس كانت بايعة القضية. يمكن نسب الحضور في الريف كانت أكثر من المدن. إنما ما كان حد بيروح بمزاجه، يا إما مكره يا إما ليه مصلحة يا إما صاحب فكرة بيأيدها. عدد كل دول كان 7% من الناخبين. الآن في الاستفتاء في مارس خرج 40% من الناخبين، 18 مليون. ده معناه ايه؟ ده الاستفتاء ده ما فيش فيه منافسة، ده الاستفتاء ده ما فيش فيه عصبية ولا قبلية ولا فيه أفكار بتتنافس. ده استفتاء عادي يعني. كانوا زمان بيزبروه 90 و95 والناس قاعدة في بيوتها. لا، احنا وقفنا في طوابير طويلة أثناء الاستفتاء وحسينا بأن صوتنا له قيمة وأن البطاقة لها أهمية. واقف في الطابور، فشر طابور العيش وطابور الأنبوت البوتاجاز، بس أنا واقف في الطابور وأنا مبسوط فرحان. ليه؟ لأن صوتي له قيمة. وقاعدين مش عارفين النتيجة. طبعا كل مرة كنا احنا قاعدين عارفين النتائج، حتى لو في الآخر حظ محمود أكتر بلاقي حسين اللي جه. إزاي؟ ما نعرفش، هي كده. وهذا الإحساس متأصل منذ عشرات السنين. فكرة ان الشعب يختار واللي يختاره يجي فكرة كان يجب ان تختفي لدى الشعب المصري. ولذلك الإجرام اللي كان بيتم في الانتخابات كان بيوصل المعنى ده. مش انت اللي تجيب، انا اللي اختار لك. مش انت اللي تنجح، انا اللي انجح. فكان ولاء هؤلاء لمن نجحهم، مش للناس، مش للشعب. وبالتالي إعادة صياغة أفكارنا مرة تانية بناء على ما حدث في 25 يناير، وعلى استردادنا لحريتنا واستردادنا لوطننا بثرواته وبكفاءاته وبعقوله. كل ده يشجعنا عشان نكمل المشوار الذي لن ينتهي بعد. الثورة لم تنتهي. أسقطنا هياكل كبيرة وأسماء كبيرة، إنما لسه في تغول، في فساد، في البعض ما زال بيحارب، بيأس الناس، عايز يوصل للناس رسالة مفادها انتوا كنتوا قبل الثورة أحسن، اشربوا بقى. لكن والله الذي لا إله إلا هو لن تعود أيام ما قبل الثورة إن شاء الله، ولن يمر على مصر أسوأ مما مر في العهود السابقة. نحن نأمل في مستقبل واعد
كل أبناء الوطن فيه على قدم المساواة، نقيم فيها دولة حريات، دولة قانون، دولة مؤسسات، دولة عدل ودولة مساواة. الكل فيها بياخد حسب جهده ومجهوده وحسب احتياجه وحقه في الوطن. إنما ما كان أنتم الأمناء، أنتم الضمانة. ولذلك لما حد يقول لي بقى بلطجية هتيجي في وسط 50 مليون ناخب، ده يبقى بلطجي تعبان، مخه تعبان لما ينزل في وسط 50 مليون يبلطج عليهم، في وسط الآلاف يبلطج عليه. يبلطج لمين؟ لحساب مين يبلطج دلوقتي؟ وبالتالي هي فكرة يخوفون بها الناس. البعض من مصلحته ألا تتم الانتخابات حتى لا ننتقل انتقالا سلميا. البعض يحب أن يثير الفتن، البعض يريد أن يبقى العسكريين في الحكم لفترة أطول وهو يبرطع. ولكن الحق يجب أن يسود، الحق والعدل بإرادة شعبية. ما حدش يفرض إرادته على حد ولا حد يفرض سطوته على حد، لأن مصر الحقيقة التي يجب أن نفهمها جميعا أن مصر لن يستطيع أحد بنائها لوحده بمفرده أبدا، لا حزب ولا جماعة ولا هيئة ولا حركة ولا أي حد لوحده يقدر يبني مصر. لن يبني مصر إلا أبناء مصر كلهم، كما كانت الروح في ميدان التحرير وفي ميادين المحافظات. يجب أن تكون الروح في البناء، والبناء دائما أصعب من الهدم، بياخد وقت، إنما إن شاء الله مضمون. زي ما بيقولوا كده في المثل الأجنبي سلو شور، ببطء ولكنه أكيد إن شاء الله. الأمين على هذا والضامن لهذا هو وعينا إحنا. مش هنسيب ودنا لأي حد، ولا هنسيب عينينا لأي حد، ولا هنسيب عقولنا لأي حد. عقولنا هتوزن وهتفكر وهتقيم وهتقرر وهتختار، وما نفعش مش هتجيبه المرة الجاية. هو ده اللي احنا عايزين نعتمد ونمشي عليه، وكل واحد يحافظ على حقه في كده، لا يستسلم ولا يقعد في بيته ولا يفرط، لأن في التفريط ضياع لمستقبل مصر. الله أعلم كم تمر من السنوات حتى يعود لنا نصر مرة أخرى كما كان في 25 يناير، فعضوا عليه بالنواجذ. أقول أن برنامج حزب الحرية والعدالة عندما يأتي في مثل هذا المناخ، وهو لم يقدم نفسه قبل الثورة لعلمه بفساد المناخ ولعلمه بفساد الإرادة ولعلمه بفساد القيادة، ولذلك كان أول حزب يشهر من لجنة الأحزاب بعد الثورة مباشرة، يقرر فيه كل أنواع الدولة التي ذكرتها: دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات والعدل والمساواة والمؤسسات، دولة تهتم بأبنائها بأفرادها. إحنا انسحقنا، اللي قتلونا وسلبونا طوال عشرات السنين دول ضيعوا أعمارنا في لا شيء. فخلينا حريصين ان احنا نصنع لأبنائنا مستقبل أحسن من حاضرنا ومن ماضينا اللي ضاع. عشان كده الحرص واجب، حتى ما كانش ليك يبقى عشان ابنك ما يشوفش اللي انت شفته ولا يتعذب العذاب اللي انت شفته. وبالتالي بعد اللي احنا شفناه نحن أحرص الناس على حماية هذه الثورة وحماية أهدافها والاستمتاع بهذه الحرية المسؤولة، مش حرية الفوضى أبدا. مصر آمنة بنص الله تبارك وتعالى. صلوا مصر إن شاء الله آمنين، وفيها خير أجناد الأرض، وكل العرب بيحسدوا مصر والمصريين على ما فيه من سماحة، على فيهم من خلق، وعلى فيهم من حب، وعلى فيهم من شهامة. تطمسها الأيام وتطمسها الأنظمة المستبدة أحيانا، ولكنها لا تدوم سرعان ما يستعيدها المصري مرة ثانية. لن يكون أبدا كما كان في الماضي فتاة تغتصب في العتبة وكل الرجال واقفين يتفرجوا. أبدا لن يكون هذا مرة ثانية. احنا أشد حماسا للحفاظ على مصرنا، أشد حبا لأوطاننا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كده، كان طالع من مكة وهو يقول ويخاطب مكة هذا الرمز، هذا الجمال، هذا المعنى، ويقول: والله إنك لا أحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هو ده الانتماء اللي احنا بدأنا نحس بيه بعد الثورة. قبل الثورة كانت مش بلدنا، ولذلك احتار بعض الباحثين في أن المصري بينظف بيته من جوه.
تلاقي بيته نظيف بيلمع، وبره في الشارع كله زبال، ياخد زبالة البيت ومن الشباك يروح رميها. فقالوا لأن المصري يدرك أن البيت بيته ملكه، أما الشارع مش بتاعه. احنا بنقوله دلوقتي بعد الثورة الشارع بقى بتاعنا، والبلد والقرية كلها بقت بتاعتنا، احنا كلنا شركاء فيها الآن، ننمي فيها ونساعد فيها وننظف فيها. النظافة حتى عشان نربي ولادنا على النظافة ونعيش في جو نظيف. انت ليك عامل، عليك عامل، بدل ما انت بترمي الورقة وبتلف هنا وبتنف هنا وزبالتك مرمية في الشوارع، لا، في سلوك تاني لازم يتعمل، لان مصر بقت بتاعتنا، كانت بتاعتهم زمان. هو حد كان بيشتغل مش بيقول لك 28 دقيقة معدل بمتوسط عمل المصري 28 دقيقة، يعملوا ايه 28 دقيقة؟ يصنعوا وطن. ولذلك كانت مصر موازنتها قائمة على الريع، دخل قناة السويس، ضرائب، جمارك، بترول، سياحة، حاجات يمكن أن تضرب في مقتل ويقف موردها. سياحة تقتل بعمل إرهابي داخل مصر، يجيبوه يعملوا له مساعد، تقف السياحة ويقف مصدر للدخل. قناة السويس حتى من الحوادث اللي بتحصل عند الصومال توقف الحركة في البحر الأحمر وتقف قناة السويس. بترول تتفجر ولا سعره ينزل ويتدنى، انتهت موارد مصر. أما الزراعة والتصدير، تصنيع وتصدير، كان لا يمثل إلا 17% من الدخل العام لمصر. مين اللي عمل التركيبة العشوائية دي؟ مين اللي خلانا نعتمد على غيرنا في أكل عيشنا؟ هؤلاء الظلمة الذين حكموا مصر بالحديد والنار أهانوا المصريين وأهدروا ثروات مصر. نحن في الحزب نقدم 4 محاور. محور الإنسان اللي تم إذلاله وإهانته طوال الفترة الماضية، محتاجين تنمية، محتاجين تربية، محتاجين حب، محتاجين وفاء، محتاجين تكافل، محتاجين استيعاب، محتاجين إثار. مجتمعنا يبقى مجتمع متكافل متراحم، وبعد كده يشعر بالعدل ويشعر بالحرية فينتج أقصى ما يمكن إنتاجه. بعد شعوره بالحرية والعدالة يبدأ في التنمية، وتأتي موارد التنمية توزع بالعدل على الناس، مش الناس تنحرق وتيجي المكافأة في الآخر. اللي قاعد ياخد له مش عارف 10,000، واللي قاعد محروق الليل والنهار ياخد له 50 جنيه ده إذا خدهم. لا، توزيع عادل للثروة، هذا ما كان يعني يرفع شعاره في الثورة: تغيير، حرية، عدالة اجتماعية. هذه العدالة الاجتماعية أن كل الشعب ياخد حقه في ثروات وطنه، وكل جهده اللي بيبذله يعود عليه مرة تانية، مش يبقى خيرك لغيرك. هذا هو المحور الرابع بعد التنمية، عدالة اجتماعية. ثم عندما تتحقق هذه العدالة في التوزيع، مصر تصبح رائدة في منطقتها وفي العالم العربي وفي العالم الإسلامي، ولا شك أنها ستكون رائدة على مستوى العالم، لأن ما زال مصر فيها خيرات وفيها ما تحقق من تنمية بشرية، وما تحقق من حرية وعدالة، وما تحقق من تنمية، وما تحقق من توزيع للثروة. مصر تصبح رائدة، مكانها الطبيعي أن تكون رائدة. كل العرب يقابلونا في السنوات الماضية يقولوا مصر يجب أن تعود. عندما فسد العرب، وعندما تصلح مصر وتعود إلى الطريق